انك تدافع بشكل جيد، لان يمكن الفريق الهلالي يتميز مثل ما تفضل الكابتن بأظهرة جيدين، يعني لك تقدم بشكل كبير وما في مسانده من فالديفيا، او بالجانب الاخر ياسر الشمراني ما في مسانده من جوجك. اتصور بتكون مشاكل كثيره في الدفاع، خاصه ان اللاعبين يمكن يتحركون بدون كره، اللاعبين يجدون العرضيات بشكل جيد، بالاضافه الى التسديدات. يمكن تيغالي او فالديفيا او تيغالي اذا كان في يومه اتصور انه بتكون له الكلمه الجيده، بالاضافه الى اسماعيل مطر اللي دائما مثل ما قلت لك انه يعطي ايحاء للاعبين انه يكون متى ما كان جيد الفريق يطلع بصوره جيده. اسماعيل مطر ايضا يجيد واداري يعني داخل الملعب، وهذا يعني يعكس الدور او الفكر الكبير اللي يمتلكه ياسر القحطاني، وينعكس على زملائه. اللاعب اليوم ليس هنا في ابو ظبي في الامارات العربيه المتحده، نلتقيكم من خلال ديربي اماراتي سعودي اخر، هو الديربي الثالث في ظرف 24 ساعه بعد مباراه انطلقت ومع تشكيله الفريقين. فريق الهلال عبد الله المعيوف لحراسه المرمى، محمد البريك رقم 2، رقم 12 ياسر الشهراني، 17 عبد الله الحفيظ، رقم 33 اسامه هوساوي، رقم 3 كان دوري جديد، دوري غاب 6 سنين من 2011. ترجع الكره والانطلاق، الكره الفريق السعودي، يلعب الهلال نادي كبير جدا في قارة آسيا. الهلال يلعب ويشوط والهدف الأول يضيع. كرة أولى للفريق الهلالي، الأزرق الموج يبدأ يموج هنا في استاد أبو ظبي. كرة أولى عن طريق عمر خربين. الهلال بجدارة المباريات الكبرى وبحقية الاجتهاد إلى ما بعد الدقيقة 90 وبثقة وبنفس كبيرة، لعب إلى ما بعد 90 وجاب بنالتي. كرة خطيرة عرضية صعبة وجول جول 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 جول. الزعيم لا يلعب يا العابد. 1-0 نواف يعبد طريق النقاط. 1-0 للهلال. هو جمهور الهلال رغم ان اللعبه تقريبا في ابو ظبي يكاد يكون عدد انصاره اكثر من عشاق الوحده، انهم مجانين الهلال يا ساده، عاشقي وعشاق الفانيلا الزرقاء. الموج الازرق يعود لاسيا. 1-0 في البدايات، اقل من 5 دقائق من الانطلاق. 1-0. يعرف رقم 2 محمد البريك يوزع، الدفاع ضايع. نواف كانه بينالتي يعمل كنترول ويشوت، كأنها عبارة على ضربة جزاء، والنتيجة الهلال يعبر الأجواء الإماراتية، يعدي في أبو ظبي بلمسة فنية وكرة سعودية عن طريق الأسمراني نواف، العابد في الجول. 1 الزعيم، 0 الوحدة. إذن بداية ممتازة جدا، والصوت الأنصاري يدوي هنا من أبو ظبي، ورواية مع بطولته أيضا المفضلة كأس ولي العهد، هو زعيم واسيا وعدة ألقاب عربية. الكرة الثنائية وكرة عرضية خطيرة جدا، هو نواف يرجع للدوبلي للثنائية، ولكن كرة مرت برا للحارس علي السويدي. بداية متميزة جدا من الهلال. الفريق الهلالي في صدارة الأحداث في الدوري السعودي 53 نقطة مقابل بينها وبين الزعيم. ترجع الكرة بعد انذار على اللاعب أحمد راشد، كرة خطيرة للفريق الهلالي، فرصة الهدف الثاني. نرجع للمباشر، الجماهير أمامك في استاد النهيان بطاقة استيعاب 18,000. قدامك إسماعيل مطر الذي استاد المنتخب السعودي في نهاية 2007 بجول للتاريخ في استاد زايد في أبو ظبي، والبطولة الأولى للخليج وقتها للإمارات. ترجع الكرة بالانطلاق خطيرة على الثاني، لا العارضة. الهلال يقرب، الهلال يقترب، الهلال بسهولة يخترق عن طريق أولاد الهجوم سلمان الفرج ونواف العابد. ورا من سلمان ولا أروع، والعارضة تصدت لكرة الدول السعودي. تبقى المباراة في وحدة القبض على الدوري نادي القرن الآسيوي. أرجع الكرة للفريق الهلالي، كونترول ممتاز من عمر، كرة في إمكانية يمشي بالكرة نواف يشوط كرة، وسلمان أو ياسر، هذا ياسر الشهراني هو من سدد الكرة بيسرى. ياسر الشهراني كاد يصنع الهدف الثاني للفريق الهلالي. اسماعيل كرة من مطر يمشي للتنفيذ، اسماعيل لا خطيرة، الحارس معيوف يتألق مرة أولى وكورنر، ركنية على كرة بالازس. الكل كان ينتظر في تسديدة اسماعيل مطر حتى الحارس معيوف، ولكن المباغتة والمفاجأة كانت من بالازس، يشوط كرة يتألق في صدها، ينجح في الذود عن مرماه وينجح في ردها عبد الله المعيوف، وكرة ركنية، أول ركنية في المباراة. ترجع الكرة
في وسط الميدان نواف نواف نواف، يا ولد يا عابد يا ولد يا عابد، تمشي كره خطيره فماش اوفسايد على نيكولا فماش، لكن عمر عطل الهجمه. عمر وقف قدام نيكولا اللي كان قادم الخالف، ما كانش في موقع تسلل، كان ممكن يلعب على اليسار، كان ممكن نواف يحل اللعب على اليسار. نعاودوا نشوف الريبلاي، نعاودوا نشوف هنا البون جسر اللي عمله ممتاز جدا. احمد مشى في التراوه، هو اسباب ماديه واسباب انتدابات كبيره قاعده تفرق مع الاسيويين الاخرين. التسديده الركنيه للوحده. 32 دقيقه لعب في الشوط الاول. اسماعيل مطر يقود الريمونتادا بين ظفرين. العالم الكل صار مغروم بهذه الكلمه الاخيره، اسبوع مرت على الريمونتادا، الكل صار الكامباك، العوده، النتيجه المستحيل تعود، هذه مش مستحيله ولكن نقولوا ريمونتايدا. هذه ريمونتايدا صغيره ترجع في 1-1 من 0-1 لروفاكس. البرازيليين اللي اكثر معروفين انهم هجوميين، الارجنتينيين ومدرستهم اكثر تكتيك. تقريب سيناريو مباراة الريان، لا أدري لماذا الهلال مع رامون دياز ما يحاولش يخلص المباراة، تحس عنده القدرات. وأنا نتفرج ونعلق نحس أنه الهلال لو يضغط ولو يواصل رتم البدايات كان ممكن يجيب الثاني ويرتاح، لكن الفريق تشوف أنه من نواف يخسر الكرة. ساتو كان قريب كل ما فما شيء، كرة طويلة في العمق خطيرة، آخر كرة الفريق الإماراتي وحاط التسديد هدف التعادل. هذه هي كرة القدم، هذه هي كرة القدم. سيباستيان يسجل التعادل الوحدة في وقت قاتل. الهلال ما عرفش يقتل المباراة، نفس سيناريو ماتش الريان. واجيري يرجع في الدقيقة 45+1 عن طريق اللاعب تاليابو، اللاعب سيباستيان في الجول. هدف تاع لاعب اجنبي، كرة ممتازة في العمق، يخرج من راجل الدفاع عبد الله وأسامة وساوي كانوا بعد على بعضهم، كانوا يعتقدوا ان الامور انتهت مثل ما كانت اعتقاداتي واعتقادات الجمهور انه الشوط باش الواحد بلاش، ولكن الكرة واجوال من خطأ في عمق الدفاع الهلالي. كرة طويلة كروس لونج تضرب دفاعات الهلال، يمر من هنا ويعبر سيباستيان ويضرب ويعبر الاجواء ويعدل النتيجة للوحدة. هدف التعادل. سيناريو اخر في الشوط الثاني، سيناريو اخر في الشوط الثاني. الهلال تفوق على الميدان ولكن الوحدة خرج بتعادل. تحسن اداء الوحدة، كل شيء يبقى ممكن. الهلال في البدايات هو سيباستيان في الخواتيم، والعبرة دائما في ختام الامور. الهلال جول والوحدة جول من بعيد. سيباستيان امامك، هو الشوط الاول خلص 1-1 رغم ان الهلال تقريب تسيده على مدى 80% من وقته ولعبه. زميلي احمد خليل، هكذا هي كرة القدم، اللي ما يعرفش يقتل المباراة ممكن يرجع ليه المنافس، وهذا ما فعله الوحدة بالضبط. تفضل احمد خليل. اصدقائي المشاهدين، الشوط الثاني بصافرة الياباني ساتو تاتي الان. عبد الله المعيرف، البريك، ياسر الشهراني، عبد الله الحفيظ، اسامه وساوي. الكرة في وسط الميدان، عبدو عطيف، عبدو يمشي بالكرة، محمد بريك، كرة خطيرة، كارلوس ادواردو يرجع كرة فما تسلل يصبح رقم 8. الاوفسايد رقم 8 على الفريق الهلالي. طبعا هذه هي الاجواء في استاد ابو ظبي، فماش تسلل، لا هذه اخطا الحكم، هذا في رايي هذا الياباني اخطا، فماش تسلل. في ترجع طريق عمر، كرة خطيرة خارج فيها كارلوس ادواردو يضيع فرصة الهدف الثاني. ضاعت كرة التقدم من ثاني للفريق والزعيم الهلالي. هذه كرة ممتازة جدا. كارلوس ادواردو شات كرة كان ممكن يلعبها مع نواف، على فكرة كان ممكن ما يشوط هو، كان ممكن يلعب باس هو، لذلك كورته كانت محتارة بين التسديد والتوزيع. هو شكلها أكثر مشى التوزيع لكن ما كانتش. جورج فالديفيا حط الكرة للباك رايت، يلعب رقم 2 يمشي على اليمين المنهالي، محمد والرأسية، فرصة الثنائية، فرصة الهدف الثاني، هدف التعادل. سيباستيان يمشي يطمع الوحدة ما عنده ما يخسر. الضغط على الهلال لأنه ولا نقطة فريق الوحدة. هل أول مرة أنا ارتكبت خطأ، ولكن الخطأ الأول كان عنيف. كرة ثانية للفريق الإماراتي خطيرة، والهدف الثاني من قذيفة في سقف المرمى. هذه ردة فعل الوحداوي، هذه كرة اللاعب برقم 22 باراسيس، يسجل قذيفة لا تصد ولا ترد، كرة عابرة للقارات في مرمى المعيوف. 2-1 للوحدة.
خاسرين 1-0 رجعوا متقدمين 2-1. الان نعرف انه ضد بيرسيبوليس رجعوا خسروا 3-2. كيف ستكون المباراة اليوم؟ الرصية والتحذير يرجعها كما جات، خطأ من الدفاع، غلطة من هوساوي رجع كرة عبارة باس، أخطاء دفاعية رهيبة وكرات قاتلة هدية من أسامة هوساوي رغم الخبرات، والرصية كانت معاكسة مخادعة من الشهراني. كرة في الجول 2-1 للوحداوي. 2-1 يتقدم الوحدة، ومعه تتقدم المباراة الآن إلى مطالب الإثارة وإلى والشحن المعنوي كان في الميزان. هدف كان قاتل من سيباستيان رجعهم في المباراة، والآن 2-1 و3-1. مش ممكن كرة خطأ من معيوف يرتبك، والهلال يضطر الآن لركوب الصعب. الهلال يضطر لركوب الصعب. تغيرت المعطيات، تغيرت وجهة المباراة. الكرات الثابتة المفتاح والسلاح. ما عداش نواف، ترجع الكرة إماراتية. رقم 8 عندي عبدو عطيف، بالتالي هذا رقم 9. اي رقم 9 ليوناردو، هكا معقول. وفي ورقة حمراء. المباراة غريبة جدا، مباراة غريبة جدا، وإقصاء على نواف العابد بعد أن اصفرت احمرت. الأجواء سخنت هنا في استاد النهيان في معركة الأجوار، في ديربي الأجوار في أبطال آسيا. ورقة حمراء على نواف العابد. مباراة اسمها هدوء، تغيرت المعطيات والساتو الياباني. ماذا حدث؟ هنا الصورة، ماذا هناك؟ اوكي هنا فما الكونتاكت عادي، لم يستعمل المرفق ولم يستعمل اليد. فما بعد ما شفناش، بعد الصورة ما جاتش، يعني حتى هو عنده انذار اول، لانه اعتبر عنده انذار اول. وهذه الصفرة الثانية على نواف. يعني شفنا البارح ماتش تشيلسي كرة للهلال، يمشي سلمان، الراسية ترجع من الدفاع، والتسديدة ممتازة ولكن بعيدة. هل هي صارت عقدة للهلال هنا في الملاعب الإماراتية؟ لأنه نذكركم أن الهلال لم ينتصر في آخر 6 مباريات هنا في أرض الإمارات. هو رودريغو تاباتا يسجل الثاني ينافس في آسيا. هنا مكان من الخلل، دفاع وغياب تأثير الأجانب. الهلال هكذا رأيته في نسخة آسيا 2017، يرجع بالكرة، يمشي البريك، حط الكرة والثاني مش ممكن. عمر جول يا سعيد، جول من الزعيم. الأزرق يمرض ولا يموت، الأزرق يتوه ولكن يجد الثنايا في الخواتيم. 2-2 من عمر خارب، 2 في مرمى علي راشد السويدي. 2-2 لرامون دياز. برشا مراجعات للدفاع للأجانب، ولكن الهلال سالك. 2-2 10 ضد 11. هذه قوة الشخصية تظهر للجولة الثالثة على التوالي في كأس آسيا، وفيها الهلال كأساس. فماش اوفسايد، قلت لك سيكسر التسلل في مرة يا الوحداوي. يمشي عمر السويدي، انقذها ولكن ما خلصها، يتابعها وفي المرمى يحطها للثاني عمر. 2 الهلال و2 الوحدة. ثالث ماتش يعمل قوة شخصية الهلال. 1-0 بيرسيبوليس عدل في الاخر. ثالث الاجوال من اجل اهم انتصار. دقيقة 79 اللي يسجل مبروك عليه، واللي يسجل ربح. والكرة يمشي بلازيس، حط الكرة في الدفاع، والركنية وحداوية. شوط اول قوي برشا. مباريات ديربي للتاريخ، مباريات في اسيا تكتبت، والوحده يكتب مش ممكن. ايش تعمل الثالث، الهدف الثالث. لا هذه قالت تسقط، هذه قلت لهم عاد نشوف من فعل هذه، من حط الكره هذه. المدافع هي كره هدف عالم. اعطيني رقمه. اظنه عبد الله الحافظ. يا عبد الله ايش تعمل يا عبد الله. قوية ياسر، يكون اجمل هدف كان اوين جول في التاريخ. هذا لو دخلت هذه وصنفه اجمل هدف اوين جول في التاريخ.
ترجع الكره هجوم معاكس سلم الكره الدوسري فماش اوفسايد فماش لانه الاخر في السليم يمشي ليوناردو وزع كره خطيره ترجع له ليوناردو الهلال ممكن يخطف الهلال عن طريق الشهري يركن الكره برافو الدفاع يخرج الحارس يخرج ممتاز علي السويدي تمشي الكره صوره المرتده كره في الانطلاق يمشي الهجوم كره خطيره يضرب يعطي باس مش ممكن اوفسايد تسلل يا الوحداوي هذا محمد هذا العكبري محمد لاعب شاب ولاعب صاعد في التسلل موجود فماش كلام هو كان مبدئيا يلعب لوحده قلت تعصب كبير للهندية ترجع الكرة كرة خطيرة عرضية ممكن هي ثلاثية يمشي راوغ مش ممكن حتى في الجول لا كرة ضاعت من اللاعب الدوسري سالم يا سالم تسلم رجلك أولى سلمت في الثاني سلمات في الثالث في الرابع انقذها العملاق السويدي مش ممكن على كرة الانتصار يا سالم 3-2 تريد هذا وتريد ذاك الكرة صدقني ما زالت محتارة شوط ثاني رائع من الزعيم شوط ثاني رائع من الوحدة الكبير والكرة تمشي لركنية وتسديدة والسويدي مرة أخرى يا مخرج حرام عليك الكرة مولعة والديربي يشعل نار وانت توري لي في الإعادة تخليك في المباشر خليك مباشر كرة خطيرة وكرة سريعة هذه أخيرة ترجع مرة أخرى في التسديد أمامك في الصورة والكرة برا في الريبلاي الوحدة ممكن ينتصر الهلال ممكن يخطف الماتش والكرة تمشي بالراس والهدف الثالث يضيع الهلال كاد يكرر السيناريو الرياني الهلال وهدف الدقيقة 90 الهلال يسجل ما بعد 90 الهلال تعادل وجاب نقطة من بيرسيبوليس في الدقائق الأخيرة انتصر في الوقت بدل الضايع على ولكن بعد الإقصاء رجع شوية الهلال وتعادل وكان قريب من الانتصار لكن هذا الانتصار للفريق الوحداوي ركنية للوحدة ركنية لممثل الإمارات ركنية للفريق الإماراتي بوليس يتأخر المركز الثالث ماتش جاي نار ايضا الهلال يستضيف والحكم ينهي ضيافة الوحدة للزعيم هنا في استاد ابو ظبي على استاد النيان كانت مباراة رائعة مباراة ممتعة في الشوط الثاني الحقيقة استمتعنا بها كانت انتهت 2-2 1-0 عن طريق نواف العابد ثم رجع الفريق الوحداوي بروح الاصرار هدف التعادل في خواتيم الشوط الاول سيباستيان ثم 2-1 كرة عن طريق تسديدة بلازيس لكن ضربة الشهري حول وجهتها وفي الوقت الأخير سجل الهلال التعادل عن طريق عمر هو 2-2 في ماتش كان رائع خاصة في